بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة دروس الرياضيات للصف الأول متوسط من إنتاج أحمد هبقان الفديد. درسنا اليوم بعنوان النسبة المئوية من عدد. الهدف من هذا الدرس هو أن يوجد الطالب النسبة المئوية من عدد. سنحتاج لاستخدام الآلة الحاسبة في هذا الدرس. في البداية نقول لدينا أنبوب سعته 32 لتر، نريد أن نعبي 50% منه، فكم لترا سنضع بالأنبوب؟ لاحظ معي هذا الشكل، السعة الكلية 32 لتر، نريد أن نضع 50% منه. معروف أن نسبة 50% تمثل النصف، فإذا سنضع نصف هذه الكمية وهي 16 لتر. 16 نصف 32 لتر 16. لكن لو أردنا أن نضع نسبة أخرى غير 50%، مثلا يقول وإذا أردنا أن نعبي 80% منه فكم لترا سنضع بالأنبوب؟ هذه نسبة 80%، كم لتر سنضع داخل الأنبوب؟ الطريقة كالتالي: سنكتب 80% على صورة عدد عشري، يعني 0.80، أو على صورة كسر اعتيادي، كسر اعتيادي 80 على 100. فنضرب العدد العشري أول كسر اعتيادي بسعة الأنبوب الكلية. فالطريقة الأولى سنقول 0.80 ضرب 32. سنستخدم الآلة الحاسبة ونشوف الناتج كم يطلع. 0.80 ضرب 32، الناتج 25 لتر فاصلة 6. شوف الناتج معي هنا 25.6. طيب راح استخدم الطريقة الثانية، الكسر الاعتيادي. فنقول 80 على 100 ضرب 32 اللي هي سعة الأنبوب. نضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام، يعني نضرب 80 ضرب 32 ثم نقسم على 100. طيب نقول 80 ضرب 32، الناتج 2560 تقسيم 100، 25.6. الناتج النهائي 25. لاحظ أن الناتجين بكلا الطريقتين متساوي. إذا استخدمت الطريقة الأولى صحيح، وإذا استخدمت الطريقة الثانية صحيح. لاحظ 80% من سعة الأنبوب تمثل 25.6. طيب ناخذ مثال ثاني. يقول أوجد كل عدد فيما يلي وقربه إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر. أوجد 65% من 186. نكتب 65% على صورة عدد عشري أو كسر اعتيادي. أنا أفضل العدد العشري، فال 65% يكتب 0.65 ضرب 186. طيب أستخدم الآلة الحاسبة الآن. تقدر تحل بدون استخدام الآلة الحاسبة. بعض المدارس تمنع استخدام الآلة الحاسبة على حسب المعلم، فتقدر تضرب ضرب بدون استخدام الآلة الحاسبة. طيب فنقول 0.65 ضرب 186. شوف الناتج معي 120.9. إذن راح يكون الناتج 120.9. آخذ مثال ثاني. أوجد 8% من 50. كيف نكتب 8% على صورة عدد عشري بهذا الشكل 0.08؟ بعض الطلاب قد يخطئ ويكتب 8% بهذا الشكل. هذا خطأ، لأن 0.8 هذه تساوي 80%. أما 8% تكتب 0.08، الصفر الأول خانة العشرات والثمانية بخانة الآحاد. نكمل الحل. فنضرب 50. طيب كيف نكتب 0.08 بالآلة الحاسبة بهذا الشكل 0.08؟ لاحظ بهذا الشكل تكتب ضرب 50، الناتج 4. الناتج هنا 4. إذن 8% من 50 تساوي 4. ناخذ أيضا مثال. أوجد 120% من 75. لاحظ 120% أكبر، 120 أكبر من 100%. طيب كيف نكتب 120% على صورة كسر عشري أو عدد عشري؟ نحرك الفاصلة تكون هنا دائما على يمين العدد، نحركها جهة اليسار خطوتين. طيب إذا تحركت 1 2 راح تكون الفاصلة بين 1 و2،
فإذا يكتب العدد 1.20، أو إذا حذفت الصفر أيضا صحيح. يعني بهذا الشكل النسبة 120% تكتب 1.20، وإذا حذفت الصفر 1.2 أيضا صحيح، لأن الصفر إذا كان على يمين العدد العشري ليس له قيمة. طيب بعض الطلاب يمكن يكتب 120% بهذا الشكل، هذا خطأ، لأن هذا العدد يساوي 12%. أما 120% تكتب بهذا الشكل 1.20 أو 1.2، كلها نفس الشيء هنا. طيب نكمل الحل على جهة اليسار، فنقول 120% تكتب 1.2 ضرب 75. طيب باستخدام الآلة الحاسبة يكون الناتج 90. مثال آخر، أوجد 115% من 20. نكتب 115% على صورة كسر 10، نحرك الفاصلة باتجاه اليسار خطوتين، 1 2، فتكون فاصلة بين الوحدين هنا، فنقول 1.15 ضرب 20، الناتج 23. أيضا مثال آخر، 225% من 16. نحرك أيضا الفاصلة باتجاه اليسار خطوتين، 1 2، هنا الفاصلة تكون بين 2 و2، فتكتب 2.25 ضرب 16، الناتج 36. طيب 400، يقول أوجد 435% من 3491. أول شيء 435% كيف تكتب؟ تكتب 4.35.